يا سلام على ليالي الأبطال في الشتاء وانت بتتفرج على فريقك تحت البطانية بتشرب لك حاجة سخنة، والماتش رايح جاي وانت قاعد تحت البطانية متكتك من الخوف والأدرينالين بتاعك في السماء. هوب فريقك يجيب جول في الدقيقة 85، تحس خلاص انك مش عايز حاجة تاني. طبعا لو كان ده العكس وفريق هو اللي خسران هتحس ان انت كاره الكورة والحياة كلها. بس هي دي الماتشات اللي بتخلينا نعشق الكورة أكتر وأكتر، ومهما حصل بنفضل مكملين مع الفرقة اللي بنحبها وفي تشجيعها. وقول لي بقى صحيح أنت منين من ألمانيا؟ أصلا ألمانيا كلها اتحط عليها البايرن ب4 وبروسيا ب3، مش شايف حد قدامي في دوري الأبطال عشان في الدوري قصة تانية خالص. من الشوط الأول الواحد كان هيتنقط من الشوط الأول. الشوط الأول برشلونة مسيطر فيه بالطول وبالعرض وراح بكذا هجمة. فشوط أول الجون اتأخر فيه جدا، إن أنت ما تجيبش جون أصلا في الشوط الأول ده. انت الجون اتاخر قوي قوي بصراحه. وبروسيا كانوا مقفلين كويس، الشوط الاول ما راحوش بكور كتير، بس بدايه الشوط الثاني بقى لا، بروسيا نازله عايزه تلعب، عايزين يكسبوا، مهم قوي المكسب بالنسبه لهم. واحنا كمان ابتدينا نقل واحده واحده، هوبا جابوا جون تسلل، الحمد لله يعني الجون طلع اوفسايد. هوبا انت رحت بمرتده، وساعدك جدا في الماتش ده ان بروسيا كانت عايزه تكسب. برشلونه فكره ان بروسيا دورتموند كانت عايزه تكسب وبتهاجمها، فبرشلونه كانت بتلعب على المرتدات حلو، بان في الجون الاول والجون الثالث. ودي من نقط القوه اللي نفسي فليك يستغلها، هو ما بيستغلهاش. هو عايز يمسك كوره ال 90 دقيقه، طلع لي الدفاع على خط الوسط واشرب بقى اللي هيحصل فيك بعد كده. فلا يا معلم، انت اوقات بتبقى كسبان او متعادل، لو رجعت ورا هتلاقي الفرق بتهاجمك وممكن انت اللي تجيب جون عادي من مرتده، مش هي المرتده اللي تحصل فيه. فبرشلونه استغل ان بروسيا كانت بتهاجمه في الشوط الثاني ودخلوا الجيم واحده واحده، فمن مرتده اولمو لرافينيا راح جاب الاول، فدخل جيراسي في ضربه الجزاء جابها جون 1-1. اتعكننا تاني، وخصوصا بالتبديلات اللي حصلت، رافينيا طلع، اولمو طلع، ليفا طلع. فانا بصراحه اول ما شفت التبديلات دي قلت خلاص احنا خسرنا. نزول فيرمان على الوينج ونزول توريس ونزول ديونج، انا قلت خلاص الفرقه هتبقى اوحش واوحش كمان. فالتبديلات دي العكس تماما حصل، وتوقعاتنا كلها طلعت غلط. كوندي لما بيكون يامال معاه، مش هقول لكم بيبقى في مستوى تاني، بس لما بيركز وبيكون يامال معاه في الملعب لا بتحس ان هو ايه، شغال شويه. يامال بيحركه حلو قوي، لامين اداها له حلوه جدا، كوندي رفع لبره. ولو تفتكروا في ماتش الابطال اللي فات اللي برشلونه كسبته 5 تقريبا، كوندي عامل هاتريك اسيستات او اسيستين بنفس الشكل ده بالظبط. فهي لعبه متفق عليها وبيعملوها كتير، ان هو كوندي يروح يرمي لبره، حد بيبقى قاطع شوت، وفيرمان عملها حلو قوي. توريس يحسب له ان هو كان واقف في مكان كويس، جاب الثاني. قلنا خلاص الماتش ان 2-1 بقى هنريح، ردوا عليك بالتاني على طول. وفي اللحظه دي برضو قلت خلاص هي كده ما فيهاش، هي الماتشات دي باينه. وكمان برشلونه في الاوقات دي بتقع اكتر وممكن تخسر كمان. فلا، لقيت ان الفرقه ماسكه نفسها، قدروا ان هم من مرتده نموذجيه من اول بدري للامين اللي لعب ثرو عالمي لفيران توريس عشان يخش توريس. طبعا خلونا بس نشوف الضحك بقى اللي حصل. توريس لامين يامال عمل له اسيست ولا اروع. اول حاجه استلم غلط، تاني حاجه شاطها زي الزفت، كوبل معرفش ايه اللي كوبل عمله ده، شاطها وحش جدا. في الاخر بعد ما عمل الحاجتين اللي زي القرف دول راح يعمل لك كده. انت بتعمل ايه يا عم؟ يا عم ما تضحكناش بقى، ما تضحكش الناس علينا يا عم، يا عم فبما اننا بقى اتكلمنا على توريس والضحك اللي عمله، تعالوا كده نتكلم عن اللعيبه، يعني اللعيبه اللي لفتت النظر سواء بالسلب او بالايجاب. انياكي بينا، انا بصراحه ما بقتش عارف انت حلو ولا وحش ولا انت ايه ظروفك. يعني بصراحه عمل ماتش حلو قوي النهارده، وفي كوره شالها من الست يارد. الجونين ما يتسالش عليهم بصراحه، بالعكس ده الجون الثاني هو كان طالع وكان واخد دور الليبرو ده كويس جدا، بس ما كانش محظوظ فيها، كانت بس متر او نص متر كان هيطلعها. فانياكي بينا عمل ماتش كويس. كوبارسي ماتش وحش جدا جدا جدا. واتمنى عوده اراخو، مش عشان كوبارسي يقعد، عشان يبتدي يريح، لان الماتشات اللي ورا بعض دي اجهاد، هو هتلاقيه ذهنيا مش قادر ياخد القرار الصح، فلازم يريح شويه. فاتمنى عوده اراخو عشان كده. كوندي عمل ماتش كويس. اولمو يعني ماتش احسن من اللي فاتوا، بس مش احسن ماتش الاولمو برضو. الاسيست اللي عمله رافينيا اسيست روعه بصراحه. رافينيا نفسه بيعمل ارقام جميله جدا. رافينيا 27 ماتش مع برشلونه الموسم ده، 20 جون و8 اسيستات. فرافينيا بصراحه عامل ارقام ولا اروع مع برشلونه الموسم ده. ليفا يعني ما تتعلم من فيران توريس يا عم ليفا، مش عارف تتعلم من رقم 9 الاعظم في التاريخ؟ ما شفت بيفنش ازاي، شفت واقف فين؟ اتعلم يا عم عشان تجيب اجوان زيه كده. وطبعا توريس اللي جاب جونين، بس اعظم حاجه عملها النهارده ان هو مسح جزمه لامين يامال. ولا تقول لي بقى جونين ولا مش عارف ايه، هو دي اعظم حاجه عملها الملك لامين يامال. ماتش ورا التاني لامين يامال ما جابش ولا جول، وعمل اسيست واحد.
بس واخد نجم المباراه، واي حد شاف المباراه هيبصم بالعشره ان لامين يامال عمل ماتش عالمي، مع انه ما عملش غير اسيست. بس الاداء في الملعب في الشوط الاول عامل واحده بوش رجله اللي هو بقت باسمه دي، عمل واحده لرافينيا حلوه قوي بس رافينيا ضيعها. صنع كذا فرصه، فلامين يامال غير بقى التحركات بتاعته والترقيص واللي بيعمله، فلامين يامال يستحق رجل المباراه بلا منازع بصراحه. خطير بصراحه، خطير خطير. ففوز مهم جدا لبرشلونه. وبالمناسبه برشلونه لاول مره من 2020 مع كومان يقدروا ان هم يكسبوا 5 ماتشات متتاليه في دوري الابطال. ما عملناش غير مع كومان في 2020 او اخر مره يعني. وبرده ده اول فوز على فريق الماني في ارضه من 2016. فبرده فوز مهم جدا، فوز بتضمن بيه صعودك خلاص. انت عايز نقطه واحده تقريبا وبنسبه وتصعد رسمي، مفيش بنسبه. انت عايز نقطه واحده من الماتشين الجايين وتصعد خلاص رسمي. كان ماتش كويس، بس خلوني بقى اتكلم كده في حته سلبيات. الدفاع يا جماعه مستباح، الدفاع مستباح. وانا بقولها اهو، احنا طالعين كسبانين. الدفاع النهارده كان وحش جدا جدا. الدفاع ما اتظبطش غير لما برشلونه ابتدت تتراجع شويه وما تلعبش على خط التسلل، ولما تراجعت جابت جونين بالمناسبه. يعني انت لما رجعت لورا جبت جونين وفي نفس الوقت ما استقبلتش اجوان. الجونين اللي دخلوا فيك واحد ضربه جزاء وواحد من كسر التسلل. فبرضو اتمنى من فليك نفسي يبطل عند، عشان ما بحبش المدربين اللي بيعندوا في الحته دي. يا عم انت دلوقتي لما يكون معاك اللعيبه المثاليه للطريقه بتاعتك اعملها واعند مع الكل. لما انت دلوقتي لا، الفرقه لسه بتتبني، الفرقه لسه ما فيش سرعات اصلا في خط الدفاع عشان لو التسلل اتضرب يجروا. ما عندكش اراخو حتى يعمل الحته دي. فاتمنى ان فليك يبطل حته العناد دي. الفريق النهارده جاب 3 اجوان وكسب، بس دفاعيا وحش جدا وكارثه. ففي النهايه فوز مهم. وخليني بقى اقول لكم كده جدول الترتيب زي ما انتم ما شايفين. ليفربول في الصداره ب 18 نقطه، يجي بعدها برشلونه ب 15 نقطه في المركز الثاني. في المركز الثالث بقى يعني ليفركوزن، ارسنال، استون فيلا، انتر، بريست، ليل ب 13 نقطه. يجي بعدهم دورتموند، بايرن، اتلتيكو، وميلان ب 12 نقطه. مدريد في المركز ال 20 ب9 نقط. السيتي في المركز ال 22 ب8 نقط. ولو خسروا الماتش الجاي هيبقوا بره رسمي. وده كان جدول ترتيب دوري الابطال، وده كان كلامنا النهارده عن ماتش برشلونه. فوز مهم قوي قوي النهارده، خلاص ضمنت بيهم الصعود بنسبه 99% ان انت صاعد. الماتشين الجاي بقى تبتدي تريح الفرقه شويه. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهارده عن ماتش برشلونه وبروسيا دورتموند وترتيب جدول دوري الابطال. فما تنسوش بقى تعملوا لايك، تشتركوا في القناه، عايزين نوصل القناه 1000 مشترك. وبس كده، نتقابل ان شاء الله في الحلقات الجايه. سلام.